اتفضل يا حبيبي. يا روعة هاتي العيش. تسلمي يا حبيبتي. حبك بورس ده الدهي هخلص منك ان شاء الله. خدي يا داليا عشان يبقى جبنه ولانشون. ماشي يا قلب اختك. كل يا حبيبي بالهنا والشفا مطرح ما ياسر يعمل. كل حجوج. مش هتاكلي معايا؟ لا 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 انا عامله ريجيم. عشان اختك تاكل معانا. لا انا وداليا عاملين ريجيم. كل انت يعني. اكل لوحدي. خلي جوزك ياكل كويس يا داليا. اتغذى اتغذى كده وكل كويس يا حجوج انت. بسم الله. بعدين ده لا ده هو في ايه؟ ما تسيب التليفون مش وقته. كل اسيبه الاول. الشاي ده الشغل ممكن يكون فيه حاجه مهمه. الو ايوه. المصنع ولع ازاي؟ يا نهار اسود. تعالى خرج. بس انت في ايه؟ يا نهار اسود ومنيل الخطه ما مشيتش. ايه يا بنتي في ايه؟ هو قام جري كده ليه؟ بيقول لك المصنع ولع. ده هي تاخده يا شيخه. ده انا زهقت. هي دي النيله. طب احنا كده هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه اعمل له ايه. ده ايه ده؟ ده عامل زي القطط ب7 ارواح. هو ملحقش حتى ياكل لقمه واحده ولا ده اي حاجه يا شيخه. حتى لو كان مات في المصنع كنا قلنا ده اتحرق وخلصنا منه. ده هي تاخده. لا ما هو مش هينفع كده يا داليا يا اختي. انت هتفضلي متجوزاه من الراجل الكبير ده ومش هنلحق ان احنا ناخد السبوبه ولا ايه؟ لازم نطلع باي مصلحه يا اختي. انا اللي مصبرني على اللي انا فيه ده وجودك معايا واللي انتي بتخططي لي وبتساعديني. بس مش عارفه يا بنت اعمل ايه. مش عارفه عايزه اطلع منه باي مصلحه واخلص منه. ده راجل يا شيخه من دول. اقول لك ايه؟ ده قد جدي. ايوه جايه. شكله ده ايه يا بنتي؟ علي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيب اختك. تعالى. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ايه عايز اشرب كوبايه شاي. انت جاي كده من الشارع عاوز تشرب شاي على طول؟ انا قلت اعدي على اختي حبيبتي اشرب كوبايه شاي. بقعد اشرب السيجاره كده عشان عايزك في موضوع كده اكلمك فيه. من عينيا الاتنين يا حبيب قلبي. حبيبتي حبيبتي. ايه ده؟ انتوا اللي بياكلوا ولا ايه؟ ارزاق ارزاق والله. ارزاق. عيني. انا لسه اعرف بس بيجيبوا الجبنه دي منين؟ لا. ايه ده؟ مغص ده ولا ايه؟ هات كوبايه الشاي عشان اهضم. بطني. بعملها لك في ايه يا علي؟ يا نهار اسود ومنيل. ايه اللي حصل؟ ايه؟ بطني بتتقطع. عملتي ايه يعني؟ ما انت كنت كويس. مفيش. انا اكلت بس من الجبنه. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ ازاي؟ ايه؟ اكلت من الجبنه؟ ليه بس؟ ايه اللي خلاك تمد ايدك عليها؟ يا دي النصيبه يا دي النصيبه يا دي النصيبه يا علي. يا نهار اسود. يا علي قوم انت. ايه اللي خلاك تاكل من الجبنه؟ قوم يا علي. يا نهار اسود يا دي النصيبه. يعني اخويا هو اللي مات. يا نهار اسود ومنيل. اعمل ايه يا ربي؟ غوري. طب انا عملت ايه؟ بنتي عايزه تسميني من بعت حفره لاخيه فوقع فيها. اخوك اللي مات مش هاني. انا والله لا انا ما عملتش حاجه ولا حطيت اي حاجه. انت ليه فاهمني غلط؟ لا انا ما عملتش حاجه. انت هتعمل فيا ايه؟ اني مش هعمل معاكي حاجه. كفايه اللي هيحصل لك هم هيعملوا معاكي وانت عارفه لما يعملوا معاكي يعملوا معاكي ايه. قبلي قبلي. هما مين اللي هيعملوا معايا؟ انا ما عملتش حاجه. والله انا ما عملتش حاجه. ما انت عارفه انت عملت ايه انت واختك. هناك بقى لما تروحي تشرفي واول قلم هتاخديه هعترف لكم بكل حاجه. ابقى شرفي بقى هناك انت واختك وابقى شوفي هتعملي ايه. قلم ايه وبتاع ايه؟ لا انت ليه بتعمل كده؟ انت عارف ان انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. ايوه انا بحبك. يا بنت بتحبيني؟ خش في عبي خشي. تعملوهم عليا تاني؟ فكري هحن لك تاني؟ روحي يا ماما روحي بقى قبل بقى عملك الاسود.
هبقى اجيب لك عيش ومهلبيه، بلاش حلاوه عشان بقت قديمه. بالله عليك استر عليا، مش انت جوزي، استر عليا وما تقولش لحد حاجه. استر عليكي؟ ما ينفعش، ما هو انا ان ما قلتش عليكي هيلبسواني، لان اخوك ميت في بيتي وانا الراجل، لازما كل حاجه تتقال بالحقيقه. قبلي يا ام حماده قبلي. شفت يابا اخرتها كانت ايه؟ كانت سم في طبق وخد يا القمر. ما انا يابا نصحتك قلت لك بلاش تتجوز واحده من دور عيالك يابا. قعدت اقول لك مليون يابا وانت ولا كانك انت هنا. انت يا ابني كان عندك حق، وفعلا واحد زيي الفلوس ما تعموش، تعمي نظره وتعمي قلبه ويروح يتجوز واحده صغيره لدرجه عايزه تخلص منه عشان فلوسه. بس اقول لك ابوك طيب برضه وظهر الحق، وزي ما بحطوا لي بوره هم اللي وقعوا فيهم، وابوك برضه ربنا نجاه من شرهم، خليهم يشيلوا بقى. يعني انت حسيت بغلطك دلوقتي؟ أيوة. بعد ما خلاص الفاس وقعت في الراس. معلش يا ابني، برضه ربنا رحيم بيا، عشان انا برضه مهما كنت عملت شويه يعني، بس ربنا برضه وقف معايا وهي ظهر الحق وريحنا منهم يا ابني. طب انا اطلب منك طلب يابا. اؤمر يا ابني. البت دي انت حابسها صح؟ ايوه يا ابني. سيبنا خلص على بايدي. يا ابني خساره تروح في واحده زي دي، ده انا بقول ربنا خلص الشر بالشر وراحوا بعيد عنا يا ابني، خلينا نخلص. ده السنه بديها درس ومخليها عشان التحقيقات والدنيا ادور عليها ولا تهرب واشيل اني البس. انت يابا غلطان، ما كنتش تبلغ. البت دي كنا عايزين نقطعها 100 حته ونرميها في الصحراء للديابه. بس انا بقى هقول لك ايه، انت غلطان يابا في دي. معلش يا ابني، اني غلطت في الاول، بلاش اقابل غلط تاني ونتمادى فيه ونقابل غلط بغلط يا ابني. معلش يا ابني. معلش ايه بس؟ معلش ايه؟ ان انا فيا نار جوه عايز اطفيها في اي حد دلوقتي. لا يا ابني، في الظروف اللي زي دي لازما الراجل اللي يتملك نفسه في وقت الغضب. لا يا ابني، انا محتاج لك، بلاش تودي نفسك في داهيه عشان ناس زي دول ما عندهمش ضمير. ولو كنت استنيت ورحت مني كنت هقعد اعمل ايه؟ ولو كانت الحكومه كانت خدتها كنت اقعد ادور بقى على الطار، كنت اقعد استناها لما تطلع من التأبيده عشان اخلص عليها. بقى في ايدنا نخلص عليها براحتنا. لا يا ابني، رحمة ربنا واسعة وهو ربنا أراك كده، بلاش احنا يا ابني نغلط الغلط اللي الناس بيغلطوه. ماشي فيا ابني خلاص دي خلاها عبرة لمن يعتبر، عشان كل اللي يعرف قصتها يبقى يحافظ على العيش والملح ويحافظ على الناس، عشان ربنا يبارك له واحنا ربنا هيبارك لنا. وانا يا ابني مبسوط وفخور بيك، لان كنت المفروض سمعت نصيحتك من الاول.